القهوة التركي ماشي. آه، ايه بقى يعني؟ ايه قصتها؟ بص القهوة التركي هي طبخة مختلفة عن القهوة الاسبريسو والفلتر. ده اللي يعني هو من التحميص بقى، من نرجع للتحميص التحميص. تاني. اوكي. بص ما هو في انواع، تعال نتكلم على مصر. في انواع معينة احنا واخدين ندوق قهوة بشكل معين، نسبة حموضة معينة وكثافة معينة. الناس تقول لك قهوة دي خفيفة تقيلة، احنا مرة. مرة مش مرة، احنا متعودين نشرب قهوة بشكل معين. فهو التركي ليه شكل معين في التحميص مختلف شوية عن طريقة التحميص اللي أنا بمشي بيها. فهو بيحمصه بوقت أطول بكتير. يعني احنا بنحمص مثلا في 10 دقايق 12 دقيقة، هو ممكن يحمصه أطول 20 دقيقة 25 دقيقة 30 دقيقة في الباتش الواحد. فده بالنسبة لي أنا لما أجي أشغله كاسبريسو أو فلتر هيخلي الطعم يبقى ميت خالص بالنسبة لي. في الاسبريسو والفلتر الحموضة بتبقى خلاص موتها خالص عشان بطأت التحميصة خالص. دي اسمها بيكت كوفي، بتبقى خلاص أنت فعلا سويتها على نار هادية. دي حاجة حلوة قوي في التركي على فكرة.